دي واعيش واموت عشانه ويقول دايما مكانه. الله الله لا 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 لا. انت يا سوداني لو كنا خسرنا اليوم عارف ما كنتش اتفرج على ماتشات معاك تاني. كان هتحزني نحس اصلا كده كنتوا هتحزني. ايوه خالص. كنا هنسيبها للزملكاويه والسودانيه بس. كنتوا ربنا معاكم بقى. هتشوفوا لكم انتوا نفسكم كنتوا هتعزلوا من البلد كلها بسببهم. احنا هنكون قاعدين لانه اهلاويه. ايوه لا ما هو لو كنا خسرنا بقى كنا هنسيب البلد كلها. فانتوا كنتوا هتتعبوا مع الزملكاويه. كان تمشوا ما عندكم مكان الا الصومال. ايوه اسيبه كده هم مفكرين نفسهم ريال مدريد. واخد بالك لكن هم ما حصلوش اسمنت عصفور. ايوه. انت النهارده تحليلك ايه للماتش يعني؟ لا فوز مستحق للاهلي. والله يعني انا شايف كنا فرصنا اكتر واكتر. فرص كانت اكتر للاهلي. صح. كان في حماس صح. الاهلي كان عندي اصرار انه اليوم لازم يشيل الكاس لانه لو خسر الكاس اليوم كانت هتبقى مشكله كبيره للمدرب. لانه يخسر كاس السوبر الافريقي. ايوه والسوبر المصري ويجي يخسر كاس السوبر المصري. كانت هتبقى مشكله كبيره فعلا. كانت مشكله ممكن التيم كله ينطرد. ايوه كان على طول. حتى المدير العام الخطيب نفسه هيطردوه. لا صعبه كان الخطيب يمشي. الخطيب عمل لنا انجازات كبيره لا وجاب لنا بطولات كتير. كاسين سوبر والله مشي الدنيا كلها. والله بص هي السوبر بطوله طبعا معترف بيها بس بطوله نرجع نقول لها بطوله شرفيه. واهم حاجه عندك ايه في العالم كله؟ الدوري ودوري ابطال افريقيا او دوري ابطال اوروبا. الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا. كذلك برضه في افريقيا الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا. طيب انتوا كيف وضعكم حيكون في كاس العالم؟ وضعنا بقى يعني بصراحه ريال مدريد لا واحده بس يا استاذ محمد. واحده بس معلش عشان ايه اول ما قلت ريال مدريد دي رينيشن. واحده بس. احنا دلوقتي عندنا العين. خليكم مع العين. العين هيبقى ماتش صعب طبعا بس الميزه انه في استاد القاهره هيبقى بحدود 60-70 الف متفرج. أيوة. لكن على اللعب اللي انا شفته بتاع يعني نادي العين طبعا نادي العين برضه بيمر بفتره مش كويسه. لكن عنده عناصر خطيره جدا في الهجوم. محترفين جامدين جدا. واحنا في نفس الوقت برضه عندنا مشاكل دفاعيه. شفت النهارده بعد الارتباك في الكور العرضيه. محمد رامي ده شوفوا له طريقه ولا اسمه مين ده؟ رامي كان حلو بس الكوره اللي قال لها رامي انت نسيتني. رامي ربيعه. رامي ربيعه ده شوفوا له اي مكان. رامي ربيعه ده لعبوه في اي مكان. شوفوا له اي فريق. رامي ربيعه اصلا حاليا متالق فتره تواهج له في المنتخب. لحد التواهج. ايوه التواهج هو ده عم السياره كامله. كان هيضيع المشكله بس هو الظاهر كان عنده شد عضلي فعشان كده جرى الكوره اتبدل بعدها على طول. ايوه. لكن دفاعات الاهلي محتاجه باي طريقه. اشرف داري اللي احنا نجم المغرب اللي كان بيلعب في كاس العالم مسجل في كرواتيا. اساسي في منتخب المغرب هيعمل اضافه كبيره لخط دفاع النادي الاهلي. كل اللاعبين 3 تسجيلات الجديده. ايوه التسجيلات الجديده. النهارده يوسف ايمن كره البلانت اللي ضيعه دوت يعني طبعا لا يسال عنه برضه لانه اول ماتش له. هو صغير لسه. هو صغير يعني شكله كان خايف. بس لازم ياخد ماتشات عشان لما تعوزه في ماتش كبير تلاقيه صح ولا لا؟ ما تقدرش تلعب لي بياسر ورامي. احنا لازم تشغله شويه. لازم تنزله مباريات عشان ياخد ثقه بنفسه ويجرب ويظبط. الله يفتح عليك. لكن التشكيل بصراحه انا كنت شايف ان التشكيل يعتبر الى شيء لحد ما مثالي اللي بدا بيه. التغييرات 3 تغييرات اللي عملهم في الاول كانوا كويسين. عملوا حركه شويه لكن خروج وسام بن علي ونزول بيرسي تاو الغير جاهز للاسف يعني الفعاليه الهجوميه قلت لان تاو ما هواش مهاجم صريح وكمان بعيد عن مستواه في الفتره الاخيره. ايوه. برضو رضا سليم برضو علامات استفهام كبيره عليه لانه يعني بيجري وسريع وجناح ويقعد يجري بالايه؟ يجري بالكوره لكن مفيش انتاج. النهارده حسين الشحات مستوى متوسط. طاهر يعني كان في الاخر قبل ما يتبدل كان عمال يحنكش ويشوط اي كلام. ماشي. طبعا الاهلي بطل السوبر المصري للمره ال 15 في تاريخه. خد
خد البتاع ده، الطبق الزائد، الطبق الفضي. تمام. احسن حارس يعني ولا؟ كان تقريبا الاحسن حارس او احسن لاعب في الماتش. وعموما هي بطوله طبعا ترجع الروح تاني وترجع الثقه للعيبه. ده الثقه ديت ده الماتش الاهم وفي الانتر كونتيننتال، عشان لسه طبعا قدامنا مشوار طويل باذن الله لما نعدي العين. هنلاعب الكسبان من مونتري المكسيكي وبطل امريكا الجنوبيه لسه ما حددش، والكسبان منهم يلعب بقى الريال بقى، يبقى ماتش. الله ماتش الريال. ايوه ما احنا عم باذن الله الريال خالص. تفائل بس تفائل. انا بتكلم على الريال السعودي. هتضيع اللي كسبته اليوم. لا مش مشكله، هو في حد ذاته ان احنا نوصل نهائي قارات مع الريال مدريد، ده في حد ذاته شرف كبير، انجاز كبير يعني، في وجود فرق عريقه ابطال قاراتها، فده انجاز كبير لو وصلنا له. لكن على اللعب اللي انا شايفه ده ربنا يستر قدام العين، بس نعدي من العين ونحلها حلها. عموما نقول مبروك لجماهير النادي الاهلي وعرض لك نادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يعمل موسم كويس السنه دي ويحافظ على دوري ابطال افريقيا ويحافظ كمان على الدوري العام، وترجع السلسله بقى، سلسله البطولات ما توقفش يعني باذن الله. يبقى في تدعيمات برضه لازم تكون فتره الشتاء، لان احنا داخلين على كاس عالم للكبار موسع، حضراتكم عارفين في شهر 6 هيبقى كاس العالم للموسع، كاس العالم اللي هو الكبير، فباذن الله لازم نتوسع يعني.